صباح الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قررت اخدكم معايا الروتين الصباحي، وكمان وانا بروح الدروس. اول حاجة قمت رتبت السرير بقى كده، وشوفوا المفاجأة. هتعرفوا ان الكهرباء قطعت، يعني اشوفوا انا بعد ما خلاص رتبت السرير وكنت بقى هنزل علشان ايه اعمل فطار وكده، اخرج يعني عشان اعمل فطار واعمل حاجات كتير. الكهرباء قطعت، فدلوقتي هلجأ ان انا افتح شباك الأوضة. طبعا ما بحبش افتحه ويكون كبير قوي، يعني مثلا لو هفتحه بفتحه جزء صغير علشان ما فيش اي حشرات تخش، او هو مثلا دبان يا جماعة دبان يخش، فمش بحب الدبان. فهضطر ان انا هفتحه بقى على اخره علشان ينور الأوضة. ده يا جماعة بعد ما فتحت الشباك على اخره خالص. دلوقتي بقى هكمل ترتيب الأوضة علشان مش مترتبة، وهنعمل تو دو ليست. وهنعمل حاجات كتير قوي. يلا بينا بقى نبدأ علشان انا متأخرة اصلا، وعايزة ابدأ، وكنت ناوية ومخططة ان انا اصحى بدري خالص النهاردة. انا هقيد الفلاش كمان عشان حاسة ان الإضاءة مش هتكفي. كنت مخططة اني اصحى بدري جدا، واشوف انا هعمل بقى ايه، واشوف نفسي كده ومستقبلي، ولكن حصلت شوية لخبطة كده في المواعيد، وما سمعتش المنبه كمان يا جماعة. فدلوقتي بقى ايه، هرتب اوضتي وهنعمل تو دو ليست، يلا بينا. اول حاجة بس دي شكل المكتب. تمام، وده المعطر، دي كوباية كنت بشرب عصير، وشايفين الحاجة كلها متلخبطة ازاي، فهرتب بقى كل حاجة دي. ايه يا جماعة، يعني بما ان الكهرباء قطع مش هنعرف نعيش حياتنا يعني ولا ايه؟ ده احنا هنظبط يومنا وهنخليه اكن الكهرباء تيجي، عشان كل ما بظبط يومي في حاجة بتحصل. فدلوقتي انا هكتب التو دو ليست. خلاص يعني ما اعمل ايه، ما اعملش تو دو ليست، نعمل تو دو ليست. اول حاجة اعملها بقى اكتب الحاجات اللي انا عايزة اذاكرها النهاردة، والحاجات بقى اللي هي في يومي الاساسية دي. اول حاجة عايزة اجهز الفطار. سوري بس يا جماعة عشان خطي مش مظبوط، علشان انا بكون مركزة في حاجة تانية يعني مش بعرف اصور وانا بكتب، فاهمين حاجة؟ تاني حاجة بقى عايزة اعملها ان انا اكمل ترتيب الأوضة. تمام، وعايزة اجهز اوتفيت للدروس. وعايزة كمان احنا قلنا تجهيز الفطار، نيجي بقى للمذاكرة. عايزة اذاكر الكيمياء. هجيب حساب المثلثات يا جماعة. دي رياضة طبعا، بس لو افتكرت حاجة بقى تانية هبقى اكتبها. المفروض يا جماعة دلوقتي ان انا ايه اختار اوتفيت، انا مش عارفة البس ايه بجد. بفكر يا جماعة اختار الجاكيت الجينز ده. وكمان انا مجهزة ايه، مجهزة جيبة سودا بليسيه، لو عارفينها يعني. فتقريبا هختار الجاكيت ده. تمام كده، عايزين نختار طرحة بقى. يا جماعة ده الجاكيت، انا مش عارفة الاضاءة بايظة ليه كده، ممكن علشان الكهرباء وكده قطع والنور قطع. انا بجرب دلوقتي كل الطرق. تمام، فدلوقتي انا فصلت الفلاش. أنا ممكن هنا علشان الشباك الجزء الناحية دي كده، فمش عارفة هو ده شكل الجاكيت يعني. هو اوفر سايز. تمام، هختار بقى عليه، او ان انا اصلا مجهزة الجيبة السمراء. تمام، هوريها لكم دلوقتي. مختارة السكيرت دي. تمام. متهيألي كمان ممكن البس طرحة سمراء، هوريها لكم لحظة. بس هي محتاجة تتكوي في اسرع وقت لانها عايزة تتكوي، مش هينفع اخرج بيها كده الطرحة دي. تمام، ايه رأيكم فيها؟ وكمان هختار الشنطة سودا برضو، والكوتش هيبقى ابيض فيه ازرق. تمام، فده هيبقى الاوتفيت بتاع النهارده. انا كده جهزت الطرحه، بس عايزه تتكوي. تمام وخلاص، هشيل بس الشماعه من هنا عشان يبقى السرير كده ايه مترتب. تمام. دلوقتي بقى هعمل ايه، هرتبهم بقى علشان مش بحب المنظر ده. بجد انا متضايقه ان الكهرباء قطع، الاضاءه وحشه جدا. تمام، فانا هوقت الفلاش. المهم، دلوقتي بقى هرتب الحاجة دي وهطبق الطرحة في كده على جنب علشان لما الكهرباء تيجي اكويها. والاوتفيت زي ما انتم شايفين كده، قولوا لي رأيكم فيه في الكومنتات. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. دلوقتي يا جماعة برضو جهزت اهو. تمام، دي الطرحة، وده دي الجيبة، وده الجاكيت. تمام، والشنطة اهي. شايفين بقى، عايزة اوريكم الطرحة قد ايه متكسرة، شايفين؟ محتاجة تتكوي، وانا مش هينفع اخرج بيها بالمنظر ده.
وربنا يستر بقى الكهربا تيجي علشان اعرف اكويها. دلوقتي بقى ايه، هجهز الفطار بتاعي. تمام، وهنعمل صح على التودو ليست. هنا احنا جهزنا الاوتفيت، فين الاوتفيت اهو. هنعمل صح هنا. في مرة كنت بعمل فيها تو دو ليست معاكم، بعمل صح وغلط برضو، بعمل صح على الحاجات اللي انا عملتها. عملت على حاجة انا اصلا لسه ما عملتهاش ولا بدأت فيها، كان قصدي اعمل حاجة تانية. تمام، فدلوقتي بقى ايه، هنفطر. مش معنى ان الكهرباء قطع ان احنا مش هنعرف نفطر، لا احنا هنفطر. هنفطر فطار حلو برضو. هعمل دلوقتي ايه، هقلي طعمية، هو ده الحل. بذمتكم شايفين حاجة؟ انا حرفيا في المطبخ. طيب يا جماعة، دلوقتي هضطر ان انا هفصل، مش هاخدكم معايا وانا بجهز الفطار عشان هقيد الكشاف من التليفون. شوف دلوقتي هنشوف دلوقتي الكهرباء جت ولا لا. واحد، اتنين، تلاتة. الله اكبر يا جماعة، جت يا جماعة. دلوقتي بقى اعرف اصور لكم. اول حاجة دي الطعمية اللي انا عملتها، بعمل على قدي بس عشان مفيش حد هيفطر معايا النهاردة. تمام. فيها دي كزبرة، ملح، كربوناتو، وسمسم. انا بحب احط سمسم قوي على الطعمية. هقلبها بقى حلو، وهنعلق على الطاسة النار، وهنقليها بقى. دلوقتي انا بفكر يا اكل طعمية بس وجبنة، يا اقلي بطاطس. تمام. ما تستغربوش من الصوت ده علشان انا كنت جايبه طاسه فيها ميه كده وكانت مغسوله يعني وبتنشف على النار. المهم ده الزيت اللي انا جهزته، ده الزيت لسه مفضيه في الطبق علشان احطه في الطاسه، ودي الطعميه. فالمهم لسه مش عارفه اكل جنبها بطاطس ولا جبنه. انا جدا بحتار جدا يا جماعه في الفطار، قسما بالله بحتار قوي. دلوقتي هنشفت، يلا بقى بينا نحط الزيت. بسم الله. يا جماعه دلوقتي انا هقول لكم انا عرفت ازاي الكهرباء جت. اول حاجه انا واقفه في المطبخ زي ما قلت لكم، كنت بعمل فطار والكهرباء قطع، فلقيت التلاجة كده بتزن. تمام، والزنه بتاعتها دي او صوتها كده لما الكهرباء تيجي بتعمل صوت معين. فانا قلت انا مش هتعشم احسن يكون ما جاتش. فروحت الاوضه، تمام، بايد النور، لقيتها جت الحمد لله. حمدت ربنا وقلت يلا بينا بقى هنصور لكم فلوج ايه بما ان النور جه بقى، عشان ما كنتش عارفه اصور والكهرباء مش موجوده. فقلت اصور لكم بقى. دلوقتي بقى بجهز الطعميه. تمام، تعالوا اوريها لكم. سيبكم بقى يا جماعه من صوت التش ده، بس انا كنت بحاول اشرب ميه في اليوم لاني انا ما بشربش ميه. يا جماعه انا بقلب فنجانه. تمام، ما الكاميرا بايظه على الصبح ليه كده؟ بس المهم انا جهزت الفطار يا جماعه. انا مش بحب اكل اي خضار او اكل اي حاجه جنب الاكل، انا بحب اكل يكون ناشف كده. شاي بعد الاكل، وانا اصلا يعني معرفتش اكل كويس بجد يا جماعه. انا مش عارفه بقالي فتره كده مش بعرف اكل كويس ليه. المهم بحس ان انا نفسي مسدوده كده، ببقى يعني مثلا ببقى جعانه وعملت الاكل ومش عارفه ايه. فين المعلقه؟ ببقى جعانه ومش عارفه وعملت الاكل وفي الاخر بيفوت مني حرفيا، ما بكملش رغيف. والله العظيم يا جماعه انا دلوقتي فطرت ما كملتش رغيف من الفطار بتاعي. المهم هنشرب شاي، عايزين نذاكر. اوكي، ندوق بقى نشوفه محتاج سكر ولا لا. لا هو كده كويس. تمام، ناخد بقى كوبايه الشاي ونروح على اوضتنا. يا جماعه ايه، هعمل تو دو ليست. انا اول حاجه جهزت الفطار خلاص. تمام، وعايزه اعمل تمارين انا لسه كاتباها دلوقتي، وعملت كوبايه الشاي بتاعتي. وهعمل تمارين لان انا صراحه جسمي تعبني جدا، ونفسي ان انا اعمل تمارين، وجسمي تعبني قوي بجد. يعني ظهري، رقبتي، مش عارفه بقوم من النوم جسمي تعبني. وكمان ما كنتش بعرف اكل، مش عارفه في ايه بجد. فدلوقتي بقى انا هعمل تمارين، وانتوا كمان لو انتوا يعني تعبانين جسمكم مشدود كده وتعبانين قوموا اعملوا تمارين زيي. انا هشغل فيديو يوتيوب وهعمل التمارين. عملتها يا جماعه بجد، انا جسمي كان مشدود. والله انا بنهج اهو، جسمي كان مشدود فك حرفيا. والناس لما بتعمل تمارين مثلا تتعب تشرب بق ميه، انا بشرب بق شاي وقسما بالله بجد انا تعبت جدا. بس فكت جسمي، حاسه ان جسمي بقى مفكوك كده مفهوش شده. دلوقتي يا جماعه ايه، صورت فيديو شورت فعملته وعملته قدامه صح علشان انا صورته وهنزله. هنا بقى خلاص كنت في طريقي للدرس ووصلت بقى ورجعت الحمد لله. دلوقتي يا جماعه انا جيت من الدروس خلاص. دلوقتي بقى الساعه كام؟
دلوقتي الساعة 6 تمام، وأنا خلّصت خلاص دروس. مش قادرة بجد، تعبانة، مش عارفة زوري وجعني فجأة كده وتعبت، فهاقعد بقى هانزّل لكم الفيديو ده وخلاص، وسلام.